أهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناة كونتينيو سبورت HD من كل مكان. اليوم هنتعرف على أهم صفقات نادي الزمالك في ميركاتو الصيفي، ولكن نبدأ بصلاة علي النبي. الزمالك يحتاج إلى صفقات لأجل تعويض اللاعبين الذين غادروا النادي والاستعداد للبطولات القارية والمحلية واستعدادا لدور السوبر الإفريقي. يبدأ الزمالك بصفقة نارية من نادي الوداد الرياضي المغربي بعدما غادر اللاعب أيوب العملود نجم الوداد المغربي. ومنتخب تقارير صحفية مغربية أن المدافع أيوب العملود لاعب فريق الوداد الرياضي وقع عقدا مبدئيا مع نادي الزمالك بعدما رفض تجديد عقده رفقة الفريق الأحمر المغرب، وهتكون صفقة قوية. وثاني الصفقات هي صفقة النجم المغربي أشرف بن شرقي. تترقب جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية مصير عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري السابق للقلعة البيضاء في الموسم المقبل، بعدما أصبح لاعبا حرا في الوقت الحالي بعد رحيله الرسمي عن الريان الذي أعلن الموقف في بيان رسمي منذ ساعات ليفتح الباب مجددا أمام احتمالية ظهور اللاعب المغربي بقميص الفارس الأبيض من جديد. وأضاف: إنهاء تعاقد ابن شرقي مع الريان واللاعب أصبح حرا ويحق له اللعب لأي ناد في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العقبة الوحيدة التي تفصل النجم المغربي عن العودة مجددا لصفوف القلعة البيضاء هي وجود عدد من العروض المقدمة إليه في الفترة الحالية. تابع وكيل بن شرقي: يوجد 3 عروض عربية أمام اللاعب من دوريات السعودية والإمارات وقطر، وهناك عرضين آخرين من الدوريين الفرنسي والتركي، وسيناقش اللاعب الأفضل له في الفترة الحالية سواء باختيار أحد هذه العروض أو مناقشة فكرة العودة مجددا للزمالك. والصفقة الثالثة هي أحمد ياسر ريا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا. يستهدف الزمالك التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ورحب اللاعب بشكل مبدأ بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء، وينتظر الزمالك تحديد موقفه من حل أزمة إيقاف القيد حتى يفتح ملف التفاوض مع سيراميكا حول ضم أحمد ياسر وحسم الصفقة بشكل نهائي لصالح القلعة البيضاء. والصفقة الرابعة هي مصطفى فتحي حسم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. الجدل بشأن إمكانية مصطفى فتحي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل رغبة مسؤول الفارس الأبيض في التعاقد مع اللاعب برغبة من جانب جوزيه غوميز المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية. وتابع: نادي بيراميدز لم يحدد أي مقابل مالي لرحيل مصطفى فتحي عن الفريق إلى نادي الزمالك، وما يتردد بشأن هذا الأمر غير صحيح، وهذا الأمر يؤكد أن النادي لا يفكر في رحيله عن صفوف الفريق بصورة نهائية. وكان جوزيه غوميز المدير الفني لنادي الزمالك قد أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في ضم مصطفى فتحي لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل تدعيم الفارس الأبيض في الموسم الجديد. ومن المحتمل أن يتفق مع أحمد كالوشا لاعب نادي إنبي. وأهم اللاعبين الراحلين هم استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعارة اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة استقرت على إعارة ترافيس موتيابا لمشاركته في عدد أكبر من المباريات في ظل عدم مشاركته مع الزمالك في الموسم الجاري. وأشار المصدر إلى أن موتيابا لاعب صغير في السن ويحتاج للمشاركة في المباريات للتطور، ولذلك استقرت الإدارة على إعارته. وانضم ترافيس موتيابا لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولم يقنع جوميز بمستواه ليظل حبيس الدكة. ويرحل محمود علاء بسبب انتهاء تعاقده مع الزمالك، بالإضافة قل له مشاركته مع النادي. والزمالك يقرر رحيل إبراهيم نداي وسامسون بعد أدائهما السيء مع النادي في الفترات الأخيرة مع المال الذي ينفقه نادي الزمالك عليهما. ومن الممكن رحيل محمد أشرف روقة بعد طلبه بالرحيل في نهاية الموسم. ويرحل ياسر حمد عن الزمالك لعدم حاجة النادي إليه، ويرحل مهاب ياسر ومحمد عاطف علي سبيل الإعارة. وهنا انتهت حلقتنا اليوم، أرجو أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم.